تخيل معايا كده لو مخ الإنسان قدر يشتغل بنسبة 100%، إيه اللي ممكن يحصل؟ قوة خارقة مثلا، ولا تحكم في الزمن، ولا ممكن نوصل لمرحلة نخرج فيها بره حدود البشرية؟ كل ده تعرفه في فيلم النهاردة، لأنك على وشك إنك تدخل عالم لوسي. بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها لوسي وهي بتتكلم مع حبيبها ريتشارد، وبيطلب منها ريتشارد إنها تسلم شنطة في الفندق لشخص اسمه جانج، ومش بيكون معرفها إيه اللي جوه الشنطة. وبترفض لوسي وبتقوله إن عندها موعد مهم، فبيكلبش ايديها في الشنطة عشان تضطر انها تروح وتسلمها، وبيقول لها ان مفاتيح الكلبشات مع جانج. فبتوافق لوسي لان مفيش عندها حل تاني، وبتروح للفندق وبتسأل على جانج، وبيكون ريتشارد مستنيها قدام الفندق. وفجأة بيتضرب ريتشارد بالنار وبيموت، وبتيجي عصابة وبتاخد لوسي للغرفة اللي فيها جانج عشان ياخد منها الشنطة، وبتشوف جثث لأشخاص كتير مقتولين، وبيجي لها جانج وإيده كلها مليانة دم. فبتخاف منه لوسي وبتترجاه ما يقتلهاش، لكن جانج مش بيفهمها لأنه بيتكلم صيني، وبيتصل على المترجم بتاعه عشان يترجم لها الكلام اللي هيقوله ليها. وبيقول للوسي انه قتل حبيبها ريتشارد لانه خاين، وبيسألها عن اللي جوه الشنطة. فبتقول له لوسي انها ما تعرفش عنها حاجة، وان ريتشارد هو اللي اجبرها تيجي وتسلمه الشنطة. فبيقول لها انه مش بيثق في ريتشارد، وان ممكن يكون حاطط قنبلة في الشنطة، وبيكتب لها الباسورد بتاع الشنطة، وبيطلب منها تفتحها، وبيبعد عنها عشان ما يتأذيش لو طلع فيها قنبلة فعلا. وقتها بتفتح لوسي الشنطة وبيكون فيها اكياس مخدرات زرقاء، فبيجيب جانج شخص وبيخليه يشم المخدرات، واول ما بيشمها بيجيله تشنج وبيفضل يضحك. فبيضربه جانج بطلقه في راسه، وبعدها بيأمر لوسي انها تشم المخدرات. فبترفض لوسي وهي خايفه انه يقتلها زي ما قتل الراجل، وبيضربها واحد من رجالته على راسها فبيغمى عليها. بنروح بعدها لدكتور اسمه نورمان، وهو بيتكلم في مؤتمر عن قدرات عقل الانسان، وبيقول ان الانسان العادي بيستخدم 10% بس من قدرات عقله، ومع ان ده رقم قليل الا ان الانسان قدر يخترع بيه الطيارات والأسلحة وغيرها. وبنرجع تاني لوسي اللي لما بتفوق بتشوف دم على بطنها، فبتفتكر انهم اخدوا منها اعضاء، وبتروح تتكلم مع جانج. وبيجي الدكتور بتاعه وبيقول لها انهم حطوا مخدرات في بطنها، وبيدخل رجالة جانج ومعاهم 3 رجالة حاطين مخدرات في بطنهم زي لوسي، وبيديلهم جوازات سفر. وبعدها بيقول لهم الدكتور ان مهمتهم انهم يوصلوا المخدرات اللي في بطنهم لعصابة تانية في اوروبا، ولو نجحوا في المهمة دي هيرجعوا لحياتهم الطبيعية. وبتصحى لوسي وبتلاقي العصابة حابسينها في غرفة، والراجل ده بيحاول انه يعتدي عليها، فبتحاول انها تمنعه، ولكن بيفضل يضرب في بطنها لحد ما بينفجر كيس المخدرات، وبتبدأ المخدرات تنتشر في جسمها كله. وبعدها بتلاقي نفسها بتطير وبقى عندها قوة خارقة، وبيظهر انها كده بقت تستخدم 20% من قوة عقلها. في نفس الوقت بيكون دكتور نورمان بيتكلم في المؤتمر، وبيقول ان اللي هيستخدم 20% من قوة عقله هيقدر يسيطر على جسمه والخلايا اللي جواه، ولو استخدم 30% هيقدر انه يتحكم في جزيئات المادة وفي اي شخص قدامه. اما بقى لو الانسان استخدم 100% من قوة عقله هيكون عنده قوة مفيش ليها مثيل، ولكن مفيش اي بشري قدر انه يوصل للنسبة دي. وبنروح للوسي اللي بيبدأ لون عينيها يتحول للون الازرق، وبيدخل عليها واحد من العصابة فبتضربه بكل سهولة، وبتاخد منه المسدس، وبتطلع تخلص على افراد العصابة، وبتقعد تاكل من الاكل اللي كانوا بياكلوه. وبعدها بتطلع من المبنى وبتشوف 2 سواقين بيتكلموا مع بعض، فبتروح وبتقتل واحد منهم، وبتهدد التاني انها هتقتله لو موصلهاش للمستشفى. وفي الطريق بتبدأ قوة لوسي تزيد، والحواس بتاعتها بتشتغل بشكل خارق لدرجة انها بتسمع الناس اللي بيتكلموا مع بعض من مسافة بعيدة. ولما بتوصل للمستشفى بتدخل لغرفة العمليات، وبيكون طاقم الدكاترة بيعملوا عملية المريض، وبتبص على الأشعة بتاعة مخ المريض، وبتعرف المرض اللي عنده بسهولة بسبب قوتها الخارقة. وبعدها بتروح وبتقتل المريض، وبتقول للدكاترة إن عنده ورم وانتشر في مخه وكان هيموت أثناء العملية. ووقتها بتقعد على السرير وبترفع المسدس على الدكتور، وبتهدده إنها تقتله لو ما شالش كيس المخدرات اللي في بطنها. وبتاخد منه الموبايل وبتتصل على والدتها، وبتقول لها إن عقلها بقى قوي جدا وبقت مختلفة عن البشر، لدرجة إنها فاكرة كل الذكريات اللي حصلت في حياتها من وقت ما كان عندها سنة واحدة بس. فبتتصدم والدتها من اللي بتقوله، لأن مفيش إنسان طبيعي بيفتكر المواقف اللي حصلت له لما كان عنده سنة. وبعدها بتقفل لوسي معاها، وبتلاقي إن الدكتور خلص العملية وطلع كيس المخدرات من بطنها. فبتقوله إن المخدرات دي بتتكون من مادة اسمها CBH4. فبيقول لها الدكتور إن المادة دي بتنتجها الحوامل في أول شهر من الحمل، والمادة دي مسؤولة عن تغذية الطفل وهو في الرحم وبتديله طاقة. وبيقول لها إن في دكاترة عملوا من المادة دي مخدر، وأي شخص بياخد منه بيموت، عشان كده بيكون مستغرب إن لوسي لسه عايشة.
عايشة. فبتقرر لوسي إنها تنقذ باقي الأشخاص اللي في بطنهم مخدرات قبل ما حد منهم يموت، وبتروح للفندق بتاع جانج وبتقتل كل رجالته، وبعدها بتروح لجانج وبتطعنه في إيده، وساعتها بتقرأ أفكاره بمجرد ما بتحط إيديها على راسه وبتعرف مكان الأشخاص اللي المخدرات في بطنهم. وبعدها بتروح لوسي لواحدة صاحبتها وبتستخدم اللابتوب بتاعها وبتشوف من عليه كل أبحاث الدكتور نورمان بسرعة كبيرة. وقتها بتتصل على الدكتور نورمان وبتحكي له عن اللي حصل لها، وبتقول له إنها دلوقتي بتستخدم 28% من قوة عقلها. وفجأة بتظهر له على التلفزيون وبتقول له إنها بتقدر تتحكم في كل الأجهزة الإلكترونية بسهولة، وإن قوة عقلها بتزيد تدريجيا مع الوقت. وبتقول له إنها تقابله بكرة عشان يشوف حالتها. بعدها بتودع لوسي صاحبتها وبتمشي، وبتتصل على ضابط اسمه ديليريو وبتعرفه مكان ال3 رجالة اللي مزروع في بطنهم مخدرات، وبتنصحه إنه يقبض عليهم لأن لو حد أخد المخدرات هيموت. وبعدها بتركب لوسي الطيارة عشان تروح لل3 رجالة، وفجأة بتزيد قدرات عقلها ل40% وبيبدأ جلدها يتشال وبيختفي. فبتجري بسرعة للحمام وبتشوف إيديها ووشها وهما بيختفوا، فبتطلع كيس المخدرات اللي معاها وبتتعاطى منه، وبيرجع شكلها لطبيعته مرة تانية. ولكن ده مش بيدوم كتير، وبيرجع جسمها يختفي لحد ما بتختفي بشكل كامل. بعدها بتصحى لوسي وبتلاقي نفسها في مستشفى، وبنعرف إن قدراتها العقلية وصلت ل50%. وبتخرج لوسي من الغرفة لكنها بتلاقي الضابط ديليريو ورجالته محاصرينها، وبيطلب منها تسلم نفسها بكل هدوء. فبتستخدم قوتها وبتخليهم كلهم يغمى عليهم ما عدا الضابط ديليريو، وبيتصدم الضابط ديليريو من قوتها. وبعدها بتركب لوسي معاه العربية بتاعته عشان يروحوا للمكان اللي فيه ال3 رجالة، وبتقول له إنهم موجودين في مستشفى. في نفس الوقت بتوصل عصابة جانج للمستشفى وبيقتلوا ال3 رجالة وبياخدوا المخدرات من بطنهم. ولما بيكونوا خارجين بيشوفوا لوسي قدامهم، فبيفضلوا يتريقوا عليها وبيهددوها بالمسدسات. لكن في الوقت ده بتوصل قدرات لوسي العقلية ل60% وبتطيرهم هم والأسلحة اللي معاهم، وبتروح تاخد الشنطة اللي فيها المخدرات من مساعد جانج. وبعدها بتركب العربية هي وديليريو وبيمشوا، وبيشوفهم جانج من بعيد وبيقرر انه يمشي وراهم. وقتها بتروح لوسي للدكتور نورمان في الجامعة بتاعته، وبيطلب منها واحد من زمايله انها تثبت قدراتها العقلية. فبتقرا لوسي افكاره وبتحكي له على موقف حصل لبنته من زمان بالتفصيل. وبعدها بتقول لديليريو يأمن المكان لان عصابة جانج جايين عليهم، وبتروح توري دكتور نورمان وزمايله قدراتها، وبتديهم المخدرات عشان يحولها لسائل ويحقنوها بيها. وفعلا بيحقنوها بالمخدرات وبتزيد قدراتها العقلية ل70%، وبيبدأ يخرج من جسمها مادة سوداء بتتغذى على طاقة الأجهزة الإلكترونية. فبيتصدم دكتور نورمان وزمايله من اللي بيشوفوه، وبتفضل تتغذى على الحاجات اللي في الغرفة لحد ما بيتحول لون الغرفة للون الأبيض. وساعتها بيشوفوها وهي بتعمل كمبيوتر خارق وبتنقل عليه بياناتها وقدراتها العقلية، وبتكون وصلت ل90% من قدراتها العقلية. في الوقت ده بيكون جانج وعصابته في المكان وبيتخانقوا مع الضابط ديليريو والقوات اللي معاه، وبيضرب مساعد جانج صاروخ في أوضة لوسي عشان يقتلها. لكن لوسي بتحس بالصاروخ قبل ما يوصل لها، وبتستخدم قوتها وبتتنقل لشارع من شوارع أمريكا، وبتكون قادرة إنها توقف الزمن وتتحكم فيه بإيديها، وبتلف الكرة الأرضية كلها وبتتنقل ما بين العصور لحد ما بتوصل للعصر الحجري، وبتشوف قرد بيشرب مية من البحيرة. ولما بتقرب منه وبتلمسه بتطير في الفضاء وسط النجوم والكواكب. في الوقت ده بتكون قدراتها العقلية وصلت ل99%، وبيكون عندها قوة ومعلومات كبيرة جدا، وبتخزن البيانات دي على جهاز الكمبيوتر المتطور اللي صنعته. وبعدها بترجع للغرفة اللي فيها دكتور نورمان وزمايله، وبيكون جانج واقف وراها ورافع المسدس على راسها عشان يقتلها. فبتتحول لوسي للون الأسود بالكامل وبتختفي، وده بعد ما وصلت قدراتها العقلية ل100%. وبيفضل جانج يضرب نار في الهواء وهو مصدوم ان لوسي اختفت، فبيجي من وراه الضابط ديليريو وبيرفع المسدس عليه وبيقتله بأكتر من طلقة. وفجأة بتطلع فلاشة من الكمبيوتر المتطور اللي صنعته لوسي، وبيفهم الدكتور نورمان انها نقلت كل المعلومات والبيانات على الفلاشة دي. وقتها بيسأله الضابط ديليريو عن مكانها، فبتيجي رسالة للدكتور نورمان من لوسي بتقوله فيها انها بقت في كل مكان، وساعتها بيفهم انها لسه عايشة وقادرة تتحكم في جزيئات جسمها بالكامل. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.